السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما كده على خير. النهارده بقى اول روتين ليا انزل السوق عشان اجيب طلبات للبيت كده، بس طلبات طبعا بسيطة مش قوي، لاني برضو لسه عندنا حاجات في التلاجة من رمضان ومن العيد، وطبعا كلنا كنا مفرزين ومخزنين. فبسم الله ما شاء الله، يعني الحمد لله الحاجات بدأت ان هي ايه تبقى تخلص. فانا نزلت السوق كده، قلت اجيب بعض الاحتياجات بتاعتي اللي انا محتاجاها ضروري. اول بيت ناقصها اجيب بقى الباسكتات بتاعتي كده الجميله دي. انا عندي طبعا اللي هي المنظمات التانية، بس حاطه فيها ادويه وحاطه فيها حاجات استغلتها بصراحه لحاجه تانية. هنجيب بقى الباسكتات واقول لكم دلوقتي انا جايبه ايه بالظبط، وكمان هستعرض معاكم الاسعار اللي في السوق الجديده. هي الاسعار برضو ايه، في حاجات نزلت وحاجات لا، بس مش قد كده يعني. ان شاء الله هقول لكم برضو الاسعار، وتعرفوا بقى انتوا تقارنوا وتشوفوا عندكم بكام وعندي بكام. هنا كده جبت، اللهم صل على النبي، جبت بطاطس. البطاطس ديت آم، اللهم صل على جمال النبي ب 8 جنيه اهي، حلوه. انا بحب انقيها كده وسط، علشان مثلا هتسلقي هتعمليها صينيه هتحمري. فجبت هنا ايه 2 كيلو بطاطس اهو، دي على 8 جنيه. شايفين يا حبايبي؟ أو مش عارفه، جبت كيلو ونص، كيلو ونص ب10. حلو الكلام. وجبنا كمان جبت نص كيلو بتنجان، بتنجان الاسمر. النص كيلو ده برده كيلو منه ب15، ده بتاع التخليل اهو. هحط بقى هنا اهوت البتنجان بتاع التخليل. وجبت بتنجان ابيض، اقول لكم برده كل حاجه وكل الاسعار، واعرف الاسعار بكام وكده. ادي البتنجان بتاعي اهو. جبت نص اسمر عشان هخلله. وجبت كيلو ابيض، الابيض ب20 جنيه يا بنات اهوت، بس برضو صغير برضو حلو وصابح اهو. كان فيه ب15 بس ما عجبنيش. ده كان في رمضان ب30 وب20، ب25 البتنجان، فانا النهارده جبته ب20. شايفين؟ فلاحي وطازه اهوت. البتنجان الابيض دوت ب20 جنيه. شايفين البتنجانيه حلوه ازاي اهو. والمقاس ده برضو ايه، يعني على قد ما قدرت، المقاس مش صغير ولا كبير اهو. يبقى انا جبت هنا كيلو ابيض ونص من الاسمر دوت. لو احتجت من الاسمر فتشوه رز ولا حاجه، بحب برضو احط فيهم ايه، احط فيهم كده وحدايتين من السود، بيبقى طعم برضو جميل قوي وبيبقى حلو في التخليل وفي الحشو. ادي الباذنجان بتاعي. بقيت بقى حاجات المحشي. جبت كمان كوسه، الكوسه يا حبايبي اهي، الكوسه ب15 جنيه. جبت نص كيلو كوسه 7 جنيه ونص. والفلفل الاخضر برضو ب15. شايفين الكوسه جميله ازاي اهي، خضره وطازه وصبحه، ب15 جنيه. جبت نص كيلو. وجبت كمان نص فلفل اهو، عشان احشي برضو المحشي واخلي الباقي عندي، يعني طبعا مش هحشي النص كيلو كله. انا بحب الفلفل الاخضر دايما دايما يبقى عندي في التلاجة. فلقيت منه فيه كده احمر عجبني، فقلت ايه اخد برضو كده واحط واحده حمراء مع المحشي، تدي لون وطعم حلو. ولو انت هتخلي البتنجان برضو حطيتي معاه من القرن من الاحمر اللي هو الجميل دوت، بيبقاش حراق، بيبقى طعمه حلو قوي وبيبقى جميل، بيبقى مسكر كده. فب 15 جنيه. لو انت برضه عايزه تعملي شطه بارده ممكن تجيبي منه وتعملي. طبعا ده ب15 جنيه. كان فيه برضه مكسر وكده ب10، بس انا جبت من ابو 15 اهو. يبقى الكوسه ب15 والفلفل ب15 خلاص. والبتنجان الاسمر ب15 والابيض ب20. حتى بقول له خد طب الابيض زي الاسمر، قال لي لا. قلت له ليه؟ عشان هو ابيض يعني ولا ايه؟ راح ضاحك قال لي عشان هو ابيض. هو انت هتجيبي الابيض زي الاسمر؟ قلت له كله عند ربنا بعمله. فقعدنا نضحك بقى. والمهم اشتريت بقى الحاجات بتاعتي دي كمان. جبت خيار. الخيار رخص بقى ب10 جنيه. كان في رمضان والله يا بنات ب30 جنيه. وكان ايه والمكسر ب20. قلت له خلوه لكم، الغالي ما نجيبهوش انا كده. ما بقى الغالي ما بجيبوش. بص الخيار اي نعم مش كبير قوي ولا صغير قوي، بس بلاجي وطازه وحلو اهو. الخيار كده هنا جايبته ب10 جنيه، فجبت كيلو خيار ب10 جنيه زي ما احنا شايفين اهو. طيب جبنا ايه كمان؟ هقول لكم جبنا ايه كمان. جبت سمك. الكيلو ب87. السمك الكيلو ب87 جنيه. فانا جبت كيلو علشان على قد يعني انا واسرتي، احنا نفرين فمش كتير يعني اهو. ادي السمك
طبعا انا مش عايزه برضو ايه اظفر ايدي. نضفت عند الراجل وجبت كيلو واحد. يعني احنا مش انا اللي بحب السمك، بس انا يعني باكل بنتي بالعافيه. شايفين البولش اهو، بسم الله ما شاء الله اهو. ده المهم هو نضفولي وخد مني ايه، عارفين طبعا تنظيف المحلات طبعا هيتغسل ويتنضف. خد 80 جنيه. 3 سمكات حلوين اهم ب 80 جنيه. شايفين يا حبايب قلبي اهو. ادي سمكه ودي سمكه ودي سمكه. حلوين قوي، غدا حلو محترم مع شويه رز. لو عايزه تحمري بطاطس هتحمري بطاطس برده. بسم الله ما شاء الله. هوريكم اهي، بصوا اهو. شايفين السمكه قد ايه اهو. ده بقى لسه هيتغسل ويتملح ويبقى زي الفل. تحط له شويه دقه وتوم كده، تبقى حاجه كده اخر جمال. طيب جبنا ايه كمان هقول لكم، بس هشطف ايدي مطرح زفاره السمك عشان ما تبقاش ايدي زفره. جبت بقى يا حبايب قلبي، جبت برده كيلو وراك اهو. ادي الوراك اهي، الوراك ب 100 جنيه. ما بقى نزوله اهم يا حبايبي. برده جبت وراك، شايفين اهي. هما وركين طلعوا ب 100 جنيه. الوركين دول قاطعين كيلو ب 100 جنيه اهو. انا هقطعهم 4 قطع وهشويهم جنب المحشي عشان تبقى اكله كده جميله اهو. ادي الوراك ب 100 جنيه زي ما احنا. البانيه قال لي ب 210، بس انا ما جبتش بانيه لان انا عندي بانيه وعندي فراخ صحيحه، بس انا ليا مزاج اكل وراك مشويه. تمام. جبنا برده حاجه تاني هقول لكم جبت ايه. بصوا يا بنات، البيض رخص. البيض رخص. بقت الكرتونه ب 145 وب 155. الكرتونه البيض يعني الكبيره ب 155 والوسط اللي هي الصغيره ب 145. بصوا البيضه دي ب 4 جنيه ونص. فانا جبت يا حبايب قلبي، جبت ايه، جبت 15 بيضه. هوريكم دلوقتي. والله انا نفسي ارجع املى البتاعه بتاعت البيض اللي كانت بتاخد 30 بيضه، بس للاسف بقى جبت كده 15 بيضه. احط بقى هنا في بتاعه البيض ديت، هحط 10. دي بتتحط في التلاجة كده، احط فيها 10. بص البيضه دي صغيره، خلي بالي عشان ايه ما تهربش مني البيضه الصغيره. على العموم انا بحطها كده في التلاجة اهو كده، والزياده هشيله اهو. احط البيض الكبير بقى فيها عشان انا طبعا عامله لكم بسطرمه، وعايزه اوريها لكم بقى لما تتعمل بسطرمه بالبيض. جميله قوي يا بنات، تحفه والله العظيم، تحفه كده. دي كده صغيره، هاخد بقى الكبيره بس اللي احطها في قلب الشياله دي عشان ما تقطعش مني اهو. ايوه تمام قوي كده. يبقى انا كده هنا هحط ال10 بيضات. تعملي بقى كيكه، تعملي حاجه، هم كويسين مش بيقع ولا حاجه الحمد لله. شايفين ادي ال10 بيضات اهو، وادي ال5 التانيين في الشنطه. هنحطهم برضو في طبق في حاجه كده عشان يبقوا موجودين عندي. فانا مش بجيب الكرتونه على بعضها، لا انا بجيب 10، بجيب 15 وما يخلصوا نجيب غيرهم. تعملي بقى شكشوكه، تعملي على حته طعميه بضايه، تسلقي بضايه جنب حته جبنه، عشان انا مش بحب انزل كتير الشارع، ما بحبش انزل كتير السوق اهو. فكده المشتريات بتاعتي. ما ننساش كمان جبت ايه، جبت لبن. جبت 2 كيلو حليب اهو. اهم يا حبايبي 2 كيلو حليب، عشان برضو زي ما قلت لكم مش بحب انزل الشارع كتير اهو. جبت 2 كيلو حليب، هغلي كيلو واشيل كيلو. وجبت كمان فينو عشان الفطار، جبت برضو 10 فينو اهو يا حبايب قلبي. وجبنا ما عنديش طحينه بقى بصراحه خالص، وانا عايزه اكل عسل وطحينه، فجبت ب10 جنيه طحينه علشان ناكل عسل وطحينه. او هاخد حبه منهم اعملهم سلطه طحينه جنب السمك، واعمل حبه عسل وطحينه. دي المشتريات بتاعتي يا حبايبي اللي انا اشتريتها للاسبوع بقى. اقوله يا دوبك هي هتكفي اسبوع. يعني عندي هنعمل اكله سمك تمام، وادي اكله محشي وفراخ، ادي اكلتين، وممكن صينيه بطاطس، ادي 3 اكلات. والباقي بقى لو انت هتعملي مكرونه، هتعملي رز بسمتي، هتعملي بانيه، برده كله من البيت. ويا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا بالاسعار يا حبايب قلبي. الاسعار جميله ويعني معقوله.
لسه برضو السوق ما فتحش الفتحه اللي هي لسه السوق يعني ما اشتغلش. الفلاحين وكده ما قعدوش، عشان كده الناس اللي فاتحه ماسكه في الحاجه شويه. ونسيت اقول لكم ان الطماطم بقت ب 8 جنيه. اللي ما عندهاش طماطم تحاول بقى تشوف لها تخزن شويه، في ب5 وفي ب8. بس شكلها كده طالما طلعت ل8 يبقى هتدينا بومبا وهتعلى تاني. فان شاء الله لما انزل السوق المره الجايه، انا عندي طبعا مخزنه من رمضان كتير. فهتقولوا لي ما اشتريتيش ليه يا مس امال خضار؟ انا عندي سبانخ وعندي باميه وعندي بسله. فهجيب ايه؟ ما هم دول اللي في السوق القلقاس. ما رضيتش اجيب، قلت لا اما اجيب السلق الاول، لان هو بيبقى لازم السلق يبقى معاه. فانا مش عارفه بصراحه كان عندي سلق في الفريزر ولا لا، فما رضيتش اجازف واجيب واركنه. قلت لو لقيت ابقى اجيب قلقاس. وده كل الخضار اللي في السوق، مفيش اكتر من كده متهيألي. لو في اي خضار تاني انا ناسياه قولوا لي. في فاصوليا خضراء بس ما تنفعش تتفرز. يبقى في فاصوليا وفي كوسه وفي سبانخ. عندي سبانخ على فكره في الفريزر، وعندي باميه وعندي بسله. وقلت عندي ايه تاني؟ باميه وبسله وسبانخ، دول في التلاجة. وادي الكوسه اهو. يا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا بيه يا حبايب قلبي. واستنوني في فيديو جديد ومشتروات جديده مع يوميات مس امال ومنوعات شهد وماما. اي قناه من دول تعجبك خشي اتفرجي عليها واعملي جوله كده، هتلاقي حاجات هتعجبك قوي قوي يا ست الكل. وحاجاتنا موفره ومدبره وجميله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استنوني في فيديو جديد.